انا هابط من باتنا لعين توتا، المكتب تاعي راهو في عين توتا. كان اوت كيما نقولوا في الجهه تاعنا الزوج مقيل، إما سخانه رهيبه. حدود الساعه الواحده نوصل الحاجز الامني نتاع مدينه عين توتا، نلقى سياره كحله بي ام دبليو اخر صيحه، وشرطي واقف قدامها، وسيده ما شاء الله الحطه ما شاء الله الهمه والشان، وتهضر في التليفون وقالت له هكذا. وانا وقفت السياره تاعي على اليمين وما كانش حركه بزاف، ونسمع فيها تقول له راهو جبد لي السلاح، راهو جبد عليا السلاح. هو مسكين ما جبدش السلاح، هما رفضوا يعطوا له الوثائق. السيده كانت مع شخص وقفهم طلب الوثائق، ما حبوش يعطيوه الوثائق، جا لهم قدام السياره قال لهم ما تحركوش حتى تعطيني الوثائق. نزلت بدات تهدد فيه وتستعمل في التليفون، وباينه تتكلم مع شخصيه نافذه في الدوله. قالت له جبد لي سلاح وكذا، ومن بعد دارت ليه قالت له اليوم الكاسكات هذيك تاعك ما تزيدش تحطها على راسك. وانا قاعد نتبع ونشوف. طيب عيطت له، جا قلت له دير عملك، راني في المكتب، اي حاجه راني في المكتب. فهمت باللي الامور راح تاخذ حوالي ساعتين. يتصل بيا ضابط شرطه توفى الله يرحمه، يقولوا له مبارك بن عكشه، هذا زميلنا، اتصل بيا في المكتب تاعي قال لي استاذ بيطام المحافظ يطلبك. على واش؟ قال لي انت كنت شاهد على واحد الواقعه نتاع شرطي جبد سلاح على سيده ومنها قلت له هذه نروح نشهد فيها. فجيت ومشيت، لقيت باللي دارت به بلاغ من الجزائر. الدنيا تقلبت على الشرطي هذاك المسكين، تعمل التليفون تاع التليفون تقلبوا يسمعوه باللي كذا. قلت له منو هاي الحقائق؟ عمر ولا لح يده ما لحش يده السلاح، وشهدت باللي هي اللي تجنت عليه وهي اللي تبلاته وهي اللي حقراته. وبفضل هذيك الشهاده نتاعي، بفضل ربي سبحانه وفضل الشهاده تاعي، الشرطي هذاك لليوم راه مازال في يزاول في المهام تاعو. وجا من حالك بارمي ولا صغيرك؟